ما شاء الله، شوفوا بقى الجمال والحلاوة، المبكبكة التحفة الجميلة بالألوان الحلوة. نخش على المقادير كده على طول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا كيلو مكرونة كده، عقل كده، وده ربع كيلو مكرونة اسباجيتي. ده معانا كيلو طماطم كده مضروب طبعا في الخلاط ومتصفي حلو، ودي ده بصلتين كبار مبشورين ناعم او في الكبه زي ما تحبي. وده ربع كيلو لحمه مفرومه. هنعمل طريقه مبكبكه حلوه جدا بطريقه مختلفه شويه. اتفرجي على الفيديو للاخر علشان في تكايه كده في الاخر، لازم تتفرجي على الفيديو للاخر عشان تشوفوا. هنعمل مكرونه مش باللحمه المفرومه زي ما انتوا كلكم عارفينها، لا، هنعملها بطريقه كده مختلفه، طريقه حلوه جدا. جبنا كده شويه زيت كده حلوين وهنحطهم في الحله كده، عشان طبعا هنحمر اول حاجه المكرونه، لان المكرونه طبعا بتاخد وقت معانا في التحمير. هنحطها كده معانا شويه وهنقعد نقلب فيها نقلب فيها لما اللون بتاعها طبعا يحمر كده، وايه تبقى كلها زي بعضها. ادي الشطه بقى الحراقه زي ما تحبي بقى. المكرونه عايزه تعملها شطه حراقه مش هحط لها شطه براحتك. ده ربع كيلو لحمه مفرومه طبعا بقى هنتبله معاكم. ده 3 فصوص توم، مكرونه احنا بنحبها بالثوم بتبقى طعمها جميل جدا. هنتبل اول حاجه كده اللحمه المفرومه، ملح فلفل بهارات لحمه، والسبع بهارات بتدي نتيجه حلوه جدا للحمه المفرومه. ودي بصله كده، بصلتين احنا قلنا ناعمين حلو جدا. هنتبل بقى اللحمه كده وندعك فيها كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله هندعك فيها كده جامد عشان كل التوابل طبعا تخش مع بعضها كده وتتبل حلو. انا حسيت البصله قليله، خدت بصله كمان معاكم كده وقعدت ادعك فيها كده ما شاء الله جامد كده عشان تتبل حلو. طبعا هنسيبها ترتاح عشان بتدينا نتيجه حلوه جدا. لما اي كفته بتتبل وتتساب بتدينا نتيجه حلوه قوي. هترتاح كده بقى شويه معانا ونشوف الوقت المكرونه هنعمل فيها ايه. تبلتها حلو جدا كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده، وهنسيبها بقى ترتاح شويه. هنعمل ايه الوقت معاكم؟ ادي الطماطم اهي. طبعا لسه في بصله معانا، هنسبك بقى الطماطم ونحط بصله كده على النار وشويه زيت عشان هنسبك الطماطم معاكم. احنا ما بنحبش الطماطم في المكرونه كتير. ده حلو، كيلو حلو جدا جدا للمكرونه. ادي اللحمه المفرومه بقى نسيبها تتبل شويه ونشوف بقى المكرونه. قعدنا نقلب فيها بقى شمال ويمين ويمين وشمال. طبعا بقت واحده وواحده، بس في طبعا بعد واحده اغمقت شويه لان الحله دي بتاعتي دي رقيقه جدا. انا قعدت اقلب فيها والله اني ما سبتهاش خالص، بس انا قعدت اقلب فيها شمال ويمين، بس في بعض واحده اغمقت شويه معايا. هنقلب كويس كده جدا. اوعي تسيبي المعلقه من ايدك وحاولي تقلبي على طول على طول علشان ما تغمقش زي ما انت شايفه كده. ادي اللحمه المفرومه اهي اتبلت حلو. انا طبعا بصور بايد وبشتغل بايد، فانا عايزه اوريكم طريقه حلوه جدا جدا للكفته تعملي بيها. طبعا انتوا عارفين ان المكرونه باللحمه المفرومه اكتر اوقات اللحمه المفرومه ما بتبانش خالص في المكرونه. ففكرت كده في فكره كده حلوه ان احنا نعمل كرات لحمه مفرومه صغيره جدا. انا بحاول ان انا اصغرها كمان اكتر من كده والفها كده معاكم عشان نعملها مكان اللحمه المفرومه. يعني هنخليها كور كده صغيره. ايوه الكور الصغيره دي هتبان كده معاكي في اللحمه المفرومه ما شاء الله. جبنا بصلايه ناعمه حلوه وحطينا الطماطم اللي احنا ضربناها معاكم في الخلاط. حسيت الطماطم قليله، طلعت كيس صلصه كنت طبعا مسبكاه معاكم قبل كده على القناه، زودتها كده بالطماطم حسيت ان هي قليله. وادي 3 فصوص الثوم. المكرونه دي بتبقى جميله جدا جدا بفصوص الثوم. دي حاجه تريحك، بس بصراحه بتدي نتيجه جميله جدا. المكرونه بالثوم مع ذره كمون بقى صغيره كده، فلفل وملح والقرن الشطه ده قطعناه جوه المكرونه. بصوا طعمها روعه. ادي المكرونه خلصت معانا يا حبايبي اهي بمنتهى البساطه. وادي الصلصه اتسبكت معانا اهي، ريحتها ما اقولكوش على الريحه. وادي الكرات اهي، اللحمه المفرومه بص عملناها كرات صغيره ازاي. الكرات الصغيره دي هتبان عن اللحمه المفرومه لما تعملها مكرونه باللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه ما بتبانش. فانا فكرت كده في فكره حلوه كده، يا ريت تجربوها، طعمها جميل جدا وتغيير شويه عن المكرونه باللحمه المفرومه. حطيناها في الصلصه كده زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. ريحه بقى ايه ما اقولكوش، اكيد واصله لكم شمين الريحه اللي انا شماها دي. طعمها وريحتها بصوا جميله 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 جدا. لازم تجربوا الطريقه دي بجد والله العظيم، طعمها في منتهى الجمال وعجبت عيالي جدا. الوقت كل ما اجي اعمل لحمه مفرومه
مكرونه باللحمه المفرومه ما بعملهاش الا كده، ما عادش بعمل لحمه مفرومه على المكرونه ابدا. السبكت بقى معانا بقى وبقت جميله جدا اهي زي ما انتم شايفين، واللحمه المفرومه استوت. بصوا جميله جدا، شربت بقى اللحمه المفرومه كده بقى من الصلصه وبقت جميله قوي، وما فكتش كده بصي، والكفته بكفتتها كده وجميله قوي. جبنا كمان شويه زيتون معاكم، احنا طبعا مملحين زيتون، كل سنه وانتم طيبين. عاملين زيتون طبعا، ده موسم الزيتون. ودي فلفله حمراء وخضراء وصفرة كانت عندي في الفريزر، طلعتها كده هحطها كمان مع المكرونه. طبعا بزود القيمه الغذائيه طبعا، وشكل بقى الالوان تفتح النفس مع الزيتون بقى. بصوا كان شويه مطبقه تحفه جميله جدا، والالوان اللي فيها فعلا تفتح النفس. ادي المكرونه بقول لكم اهي، اغمقت طبعا، في بعض مكرونه غمقت قوي، ده غصب عني طبعا، انا بقلب بس الحله دي رقيقه جدا من تحت، فعشان كده اغمقت معايا شويه. طبعا حصل خير الحمد لله، اللي احنا وصلنا ان واحده وواحده ما طلعتش المكرونه كلها اتحرقت. الحمد لله. قلبي بقى كده كله كويس كده ما شاء الله. قلبي بقى الكفته بقى مع اللحمه المفرومه مع الصلصه بقى، بصوا ما اقولكوش طعمها جميل جدا. ودي طبعا الطبق معانا اهو، اللي بالفلافل الالوان شكلها تفتح النفس، وفلافله كده الروم دي بتبقى مسكره كده وعاطيه قيمه غذائيه عاليه جدا وطالعه في منتهى الجمال. طبعا انا بحاول ان اقعد افك الفلافله الالوان، كانت جامده جدا طبعا، كانت في الفريزر وفكتها بالعافيه. الحمد لله فكتها بقى معاكم اهي، وهقلب بقى كل الالوانات دي بقى تخش مع بعضها كده. بصوا جميله قوي قوي قوي، قلبي حلو جدا كله بقى مع بعض. وطبعا هنزوقها كمان بالزيتون لما نخلص. يا سيدي يا سيدي على الجمال، يا سيدي يا سيدي على الطعامة. تنسيش بقى لو وصلت لحد هنا بقى في الفيديو، تنسيش بقى اللايك الحلو بتاعك. ما شاء الله. ايه رأيكم بقى بعد ما خلصنا المكرونة بالشكل الجميل الحلو ده؟ طبعا هنزوقها بقى معاكم بالزيتون كده، هرصص الزيتون كده معاكم. طبعا الكفتة اهي حطيناها في الوش كده، ما شاء الله فوقها باينة الكفتة اهي. وهنحاول بقى كده نزوقها كده الشكل النهائي كده للمكرونه المبكبكه. بصوا الكفته باينه ازاي من فوق الوش كده، احسن بكتير ما انت تحطي المكرونه باللحمه المفرومه، اللحمه المفرومه ما بتبانش. فكرت كده بطريقه حلوه كده، يا ريت تجربوها وتشوفوا الفيديو للاخر عشان فعلا بجد هيعجبكم جدا جدا. رصصي كده بقى الزيتون، رصصي حلو جدا كده. طبعا عاملين جزر كمان، حاطين فيه جزر الزيتون. هنرصص بقى معاكم الجزر بقى مع الفلافل الالوان. بصوا طبق فعلا يفتح النفس ويستاهل فعلا بقكم. ما شاء الله ما شاء الله على الجمال والحلاوه بجد، طبق في منتهى الجمال يفتح النفس فعلا، وعجب عيالي قوي قوي. الوقت ان شاء الله باذن الله انا مش هعمل المكرونه الا بالطريقه دي بعد كده، لان فعلا عجبت عيالي وكانت طعمها حلو قوي قوي. جربي كده فصين التوم كده مع المكرونه، بيدوا ريحه وطعم في منتهى الجمال. ما شاء الله. ايه رايكم بقى في الجمال بقى والحلاوه دي بقى؟ ايه انا بقى شايفاك انتوا وهي ما بتحطوش اللايك، ما بتحطوش اللايك ليه؟ يعني انتوا بعد الجمال والحلاوه دي ما بتحطوش لايك ليه؟ يعني انتوا في ما شاء الله جمال وحلاوه اكتر من كده. حطوا اللايك بقى، حطوا اللايك بقى عشان تشجعوني، لان طبعا اللايكات بترفع الفيديو هي والتعليقات. طبعا ما تنسوش المشاهدات بتبقى بصراحه ربنا ضعيفه جدا جدا. فلو وصلت لحد هنا بقى في الفيديو ما تنسيش اللايك والشير عشان يوصلك مني كل جديد. طبق فعلا فاخر من الاخر. حاولي تسويه بقى كده وترصصيه كده عشان يبقى كله كده سوي بعض. ما شاء الله طبق جميل قوي 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 ويفتح النفس جدا، شكله جميل جدا. تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل جديد. ما شاء الله. والكفتة بقى في النص هنا بقى ما شاء الله، ربع كيلو كفتة كتير كده وحلوة. لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله. اتفرجي للفيديو للآخر بجد هيعجبك جدا جدا.